فكرة الفيديو بتاع النهاردة عبارة عن فكرة اسمها نار على نار 2025 كلها انفجار. طبعا هتقول لي ايه الانفجار في الموضوع؟ هقول لك ان في فيديو النهاردة سنة 2025 اللي عدت بكل احداثها وكل ترنداتها هتكون معانا في الفيديو بتاع النهاردة. هيكون معانا 2 متسابقين، احمد وخالد، وهيكون في جرس في النص وانا هسأل سؤال واللي عارف الاجابة الصح يضغط على الجرس، ولو ضغط على الجرس وجاوب غلط ينقص نقطة. وطبعا الاسئلة بتاع الحلقة بتاع النهاردة كلها من أحداث سنة 2025. فيلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك الجميل بتاعك واعمل سبسكرايب للقناة عشان نوصل 20,000 مشترك قبل رمضان. وبس كده مملكة الزوز، مشاهدة ممتعة. ويلا بينا يا جدعان نبدأ في أول سؤال من سلسلة نار على نار 2025 كلها إيه؟ انفجار. فيلا بينا. طبعا معانا إيه؟ 5 أقسام وكل قسم فيه 7 أسئلة. أول قسم معانا هيكون قسم الأفلام والمسلسلات. السؤال الأول بيقول إيه المسلسل اللي في سنة 2025 كسر الدنيا وكان المسلسل ده من إنتاج شركة واتشي؟ في اختيارات لسه: مسلسل بالطو، مسلسل على باب العمارة، مسلسل انترفيو، مسلسل ريفو. ريفو. الإجابة غلط. قول الاختيار الثاني. فاضل كمان إجابة كده نستبعد ريفو. فاضل مسلسل بالطو ومسلسل على باب العمارة ومسلسل انترفيو. على باب العمارة. غلط. كده يبقى انت سالب 1 وهو سالب 1. ليه انا لسه كده خلاص. لا خلاص. الإجابة الصح هتكون مسلسل انترفيو. انا قلت على باب العمارة. السؤال الثاني: ايه المسلسل اللي حقق المركز الأول في المشاهدات في رمضان 2025؟ العتاولة الجزء الثاني، فهد البطل، سيدي الناس، مسلسل حكيم باشا. فهد البطل. الإجابة صح. ده انا متابعه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بقى من نفسك. السؤال الثالث: ما هو الفيلم الذي جمع بين غادة عادل وماجد الكدواني في اكتوبر 2025؟ نادي الرجال السري، فيلم فيها ايه يعني، فيلم وقفة رجالة، فيلم الحريف. ايوه الحبيب. هذا رجال السر. غلط. مش الرجال السر. اقول لك انا بقى. الثلاث قول اختيارات: لي كده الاختيارين اللي في النص. وقفة رجالة، الحريفة، فيها ايه يعني. هو لا فيها ايه يعني؟ لو وقفت رجال حرفها دي انت لسه جايبها من عندك. وقفت رجال. غلط. فيلم فيها ايه يعني. خالص والله سالب ما واحد تاني. مش عايز تيجي معايا. كده انت سالب 1 وانت كام؟ سالب 2. ماشي. احنا نكسب بالسوالب اصلا. يلا السؤال الرابع: انهي فيلم في سنة 2025 الجمهور ضحك عليه جامد بسبب المواقف الكوميدية بتاعته؟ فيلم عصابة الماكس، فيلم ابو نسب، فيلم شقه، فيلم الحريف. عصابة ابو ناس. انت قلت ايه تاني كده؟ معلش. يا ابني بقول لك معلش ازاي يا جدعان. عصابة الميكس وابو نسب ولا الحريفة؟ مش لا هو انت اختار واحد. عصابة الميكس ولا ابو نسب؟ إيه ابو ناس. انا التانية اسمها ايه؟ ابو نسب ولا عصابة الميكس؟ اول واحدة كانت ايه؟ قلت لك عصابة الميكس يا اما ابو نسب. ابو ناس. صح. السؤال الخامس: ايه المسلسل اللي في سنة 2025 الجمهور عمل ليه تحدي على التيك توك؟ مسلسل جودر، مسلسل امبراطورية ميم، مسلسل بيت الرفاعي، مسلسل نعمة الافوكات. نعمل افوكاتو. غلط. كده انت فاضل اجابة: نعمل افوكاتو دي مش مي عمر. قول الإجابة التانية. بيت الرفاعي، امبراطورية ميم، مسلسل جودر. جودر ده كان بتاع ياسر جلال. بيت الرفاع. هو انت كنت كام؟ سالب 2. سالب 3. ولا حد واخد باله مني. طب اقول لك يا خدها قدامك. خدها قدامك وقول عشان عقبال ما ايدي ده تكون انت حاطط ايدك عليها. السؤال السادس: مين الممثلة اللي كسرت الدنيا في رمضان 2025؟ مي عمر، منى زكي، ايمان العاصي، رنا رئيس. مي عمر. صح. مي عمر في 25 عملت ايه يا جدعان؟ ايش ابا يا ايش يا سما. النبي انت اللي صار. يلا. السؤال السابع واخر سؤال في قسم الافلام والمسلسلات: ايه اكتر فيلم مصري مصر كلها اتكلمت عليه من قبل ما يتعرض في السينما المصرية لسنة 2025؟ ولاد رزق، نزيف الدوز. هو ده انا مش هقول اللي هو بتاع التمساح الديناصور باين. لا والمهم كان لا كده انت لخبطت الدنيا. ده اسمه حرب المام.
مالكش دعوه، انا قصدي على- مالكش دعوه. بتاع الفيل. لا مش الفيل، كان باين ديناصور. ايوه ما هو بتاع الفيل ده بتاع والديناصور. الديناصور. لا سيفن دوجز ديت اكشن كلام عن ما هو لسه ما اتعرضش اصلا. ايوه يعني الناس بيتكلموا عنه. ايوه الناس طب خلاص يبقى هو انت ما سمعتش عنه؟ مش صح. بس خلاص قصده حاجه ثانيه. يا عم انت مالك، انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص. مش صح. تمام خلاص. وبكده يا جدعان نكون خلصنا اول قسم معانا، الحمد لله تمت على خير، قسم الافلام والمسلسلات. ويلا بينا نخش في القسم الثاني اللي معانا النهارده، وهيكون قسم الرياضه، كره قدم بقى، سله، عارف ايه. يلا بينا بتاعي ده بقى كربره دي. نشوف. اول سؤال في قسم الكوره اللي معانا النهارده، السوبر المصري لسنه 2025 اتعمل في بلد ايه؟ الامارات. صح. السؤال الثاني، من هو الفريق الذي فاز بلقب كاس الرابطه المصريه لعام 2025؟ سنوات كل فتره. صح. الواد ده مذاكر دوري مصر ولا ايه؟ بتاعي ده بقى كربره دي. انا مش متابع دوري المصري. السؤال التالي، مين المدافع اللي اتصنف من الافضل في سنه 2025؟ ثواني، ده مش مصري، عالمي. روبن دياز، فان دايك، روديجر، ماركينيوس. روبن دياز. صح. انت عرفت ان مش محتاجه حاجه يعني. السؤال الرابع، مين الحارس اللي انقذ فريقه في ماتشات مهمه؟ اليسون، كيبا، كورتوا، ياسين بون. 2025 الماتشات المهمه. هو 2025 اتلعب فيها كاس العالم. انا ما قلتش كاس العالم، بقول لك في الماتشات. ياسين بون. ياسين بون. غلط. يبقى انت هو قال ياسين بون، قول لي بقى ثلاث اختيارات الثانيين. كورتوا، كيبا، اليسون. اليسون. بعد يوم هيرجع في وشنا. ما يعني تسالش الجو. ثانية واحدة، انت قول السؤال الثاني كده معلش. مين الحارس اللي انقذ فريقه في فريقه مش منتخب. اليسون. صح. السؤال الخامس، مين اللاعب اللي كان دايما ترند بعد اي ماتش؟ بلينجهام، رابيو، مودريتش، رودريجو. ورودريجو. بلينجهام. صح. بلينجهام. السؤال السادس، مين الجناح اللي اي دفاع تعب قدامه كان بيمرمطه حرفيا؟ لامين يامال. فينيسيوس. صح. السؤال السابع واخر سؤال معانا في قسم الرياضه، مين اللاعب اللي حافظ على مستواه الكروي في سنه 2025 برغم المشاكل اللي حصلت له؟ في مصر ولا بره مصر؟ عالميا. بره مصر. هتقولوا ولا عايزين الاجابات؟ قول لي بقى. واحد. إيه انت بثانية واحدة، ثانية واحدة، هو انت بتقول الاجابات هو حد ايده كده؟ انا اللي يضغط على الزرار، بص يا باشا ضغطت على الزرار جاوب. طب يعني نفضل قاعدين عاملين كده؟ لا كل واحد يبعت ايده، لا كل واحد يبعت. طيب رجع ايدك بقى جنبك. ماشي. واحد، محمد صلاح، عمر مرموش، حسين الشحات، رودريجو. رودريجو. غلط. فاضل كده 3 اختيارات. 2025 2025 محمد صلاح. حسين الشحات، عمر محمد مرموش. صلاح يا اسطى عشان الكرة الذهبية. محمد صلاح عشان الكرة الذهبية. الكرة الذهبية. انا بقول لك برغم المشاكل اللي حصلت. وحصل معاه ماشي مشاكل. ماشي كمل. وبكده يا جدعان الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، خلصنا القسم الثاني، الف حمد وشكر لك يا رب. يلا بينا نخش في القسم الثالث اللي معانا النهارده، وهيكون قسم ترندات السوشيال ميديا. حلوه دي. اول سؤال معانا في قسم ترندات السوشيال ميديا، ايه اكتر انواع فيديوهات كانت مولعه الدنيا كلها في التيك توك في سنه 2025؟ فيديوهات طبخ، فيديوهات ملخصات الافلام، فيديوهات سكتشات كوميديه، فيديوهات السفر. سكتشات. دلوقتي بقى مين اللي اتك على أيوة. البتاع؟ انت اللي جاوبت يا ابن اللعيبه، انت عرفت ازاي؟ الله بس. السؤال الثاني، انهي منصه كانت الاسرع في صناعه الترند في مصر سنه 2025؟ منصة يعني ايه منصة؟ شو يعني ماشي كمل. برنامج كان هو الترند في سنه 2025، الفيسبوك، الانستا، تيك توك. السؤال الثاني، مين اكتر حد اتعمل عليه ميمز في سنه 2025؟ مروان مشاكل، زيكا، شطه، ياسر وحدان. بلا صياح. شطه. غلط. عندك كرون مشاكل وزيكا وياسر وحدان. كسر وحدان. غلط. الاجابه هي كرون مشاكل. حرام مشاكل. السؤال الرابع، اكتر واحد كان مشهور على التيك توك سنه 2025 بس اختفى فجاه. شاك غلط. عمر فرج، حوده شيبه، حماده همبكه، كريم الداني. عمر فرج. السؤال الخامس، مين اكتر واحد كان مكتسح الفور يو في سنه 2025؟ الفرجة. اللي هو يعني هاشتاج. اول ما تفتح بتلاقي هاشتاج. انت بتعمل ايه؟ اول ما بتفتح أيوة الناس اللي بتظهر لك في الترند والحاجات دي، عم خفاجه، احمد الشاب، ياسر الوحداني، كروان مشاكل. عم خفاجة. جاب مين بقى؟ لا جامدين. السؤال السادس، مين الشخصية اللي عادت بقوة للترند في سنة 2025 بسبب تصريحات مثيرة للجدل على السوشيال ميديا؟ عمرو أديب، إبراهيم عيسى، أحمد موسى، معتز مطر. هو السؤال عيب ولا إيه؟ مين الشخصية اللي عادت بقوة للترند في سنة 2025 بسبب تصريحات مثيرة للجدل على السوشيال ميديا؟
عامله دي. صح. والله كنت هقول انا مش عارف غير. السؤال السابع واخر سؤال معانا النهارده، استنوا بقى عشان ده هألفه من دماغي. السؤال بيقول علم. ماشي. في حد من مشاهير التيك توك في سنة 2025 قال الكلمة دي التيك توك كله كان بيقولها. 1 عم خفاجة، 2 عم أحمد نور الدين، 3 أحمد الشاب، 4 حمو إيهاب رئيس التيك توك. عم خفاجة. غلط. كده معاك حمو إيهاب رئيس التيك توك، وعم أحمد نور الدين، وأحمد الشاب. احمد الشاب كان مشهور فعلا بكلمه صح؟ مش دعوة. هو انا لازم ما اقول تناقش بقى، قول لي الإجابة. اقول الاجابه بس مش هتقول لي كلمه ايه. لا ازاي يعني؟ اول واحد ايه تاني كده؟ عم أحمد نور الدين، أنت قلت عم خفاجة صح؟ حمو إيهاب، أحمد الشاب. عم احمد نور الدين. غلط. أحمد الشاب. ده ريتش ده ولا إيه يا قيس؟ ده ريتش ده ولا ايه يا عيسى؟ ايوه دي اللي انا فاكرها. ويلا بينا يا جدعان نخش في القسم الرابع اللي معانا النهارده، وهيكون قسم الاغاني. اول سؤال معانا في قسم الاغاني بيقول مين اكتر واحد اغانيه اتشهرت في صيف 2025؟ كمون. غلط. كلام. يا ابن اللعيبه، الله عليك، احسنت يا ابني والله. ياخد بوينتين عشان بحب صلوا بقى بينا على النبي. طريق كان في 25 ولا 24؟ 25 24 عامل دولت كان في الاثنين. عامل ألبوم السنة دي كان. السؤال الثاني، مين اكتر واحد الاغاني بتاعته كان بيتعمل عليها تحديات في سنه 2025؟ توليت، محمد رمضان، محمود الليثي، احمد سعد. أحمد سعد. حلو. والله كنت هقول على سعد. بس احمد سعد مين يا جدع؟ ايوه يا اسطى، بتاع اغنيه بتاع هو انتوا مش عارف أيوه. انبساط. عامل أغاني كتير السنة دي. ايوه. السؤال الثالث، مين اللي الاغنيه بتاعته احتلت الفور يو في سنه 2025؟ تومي جان طبعا عارفه، بتاع أيوة. مش عارف ايه، عمرو دياب، زياد زازا، حسين الجسمي. عمرو دياب. ازاي عمرو دياب يا ابني؟ الاغنيه اللي هو مطلعها جديده ليه؟ تعرفوني؟ 2025. تومي. ها؟ تومي. غلط. الاجابه زياد زازا بالاغنيه بتاعت مفيش براحتك، هو انت قاعد زي الليل. أيوه أيوه. يعني دي اتشهرت اكتر. عمرو ايوه. دياب اللي هي بتاعت خطفوني ليه؟ ترند يعني. عينيك خطفوني. السؤال الرابع، مين اكتر مغني مهرجانات اغانيه كسرت الدنيا في سنه 2025؟ كمل قول من واحد. قول يا عم الفضل. أصلا كابونجا. غلط. ماشي. هو قالها قبل كده تورين. يا ابني مهرجانات، بتكلم على المهرجانات. ماشي، انت قلت مين؟ أصلا كابونجا. غلط. معانا كريم كريستيانو، مصطفى الجن، عصام صاصه، فارس سكر. انا مش عارف لا، إيه انت أصلا. اسلام كابونجا ازاي؟ اسلام كابونجا مش في الاختيارات معانا. معلش. ها 25 5 كان محمود. ليه يابا طلع وقعين؟ ده اتحبس حوالي شهر. خلاص يبقى عشان صاص. غلط. قطعة الجرس هو اللي يقول. كريم كريستيانو، مصطفى الجن، فارس سكر. 2025 كسرت الدنيا. الجيم. صح. كيف تبليت؟ لا والله. السؤال الخامس، مين اكتر رابر كان مشهور في سنه 2025؟ ماشي. زياد زازا، ويجز، مروان بابلو، مروان موسى. زياد زوز. صح. اسمي زياد زوز. السؤال السادس، مين المغني اللي كان غايب في سنة 2025 بس رجع بأغنية كسر بها الدنيا؟ عشان صاص. غلط. يا جماعة. توليت، حمو الطيخة، مسلم، كريم كريستيان. مسلم. صح. ما تتغروش في تربيتي. صح. ايوه ده اخر اغنيه وعملها. لا. ماشي بس هو اللي جبتها. ماشي. السؤال السابع واخر سؤال معانا في القسم بتاع الاغاني، ايه اكتر نوع اغاني شهر في سنة 2025؟ مهرجانات، رومانسي، حزن، راب. راب. غلط. ولا جماعة. رومانسي. الاجابة هي رومانسي. يا عم مش يا عم انت. لسه. لسه يابا اخر قسم. يا عم اللي لسه والله اخر قسم خلاص. وبكده يا جدعان وصلنا لاخر قسم معانا النهارده، وهو ده بقى قسم الدلع كله، اسمه قسم الكوكتيل. قسم الكوكتيل ده بقى عباره عن ايه؟ شامل اللي حصل ده كله. ماشي. كل اللي حصل الحلقه بتاعت أوكي، النهارده أوكي. الكوكتيل كله مع بعض، مهرجانات، افلام، مسلسلات، كوره، تشكيله كلها على بعض. السؤال الاول اللي معانا النهارده، مين اكتر لاعب مصري اتصاب في سنه 2025؟ امام عاشور. صح. مش عارف انت مقرب للجرس ليه؟ انت هتتقدم له انت مكسوف يا اسطى. السؤال الثاني، ايه المسلسل اللي اتصنف كترند رمضان 2025؟ مسلسل. فهد البطل. ثالث سؤال معانا النهارده، مين اكتر واحد كان بيضحك الناس على التيك توك في سنه 2025؟ او الاختيارات ولا انتوا عارفين الاجابه؟ ماشي قول اختيارات. لا ماشي لا انا. انتوا اللي غلطتوا. لا انا كنت ممكن اتكل. ايوه لقيته قال اقول الاختيارات ولا الاختيارات ولا اقول لي؟ بلاقي انت استاذ جاوب. يلا. تيك توك. اكتر حد يضحك اكتر الناس. حد بيضحك اختار كروان يا. مشاكل. كده معانا كروان مشاكل، كده كروان مشاكل، حماده همبكه، لوستا ناصر، عم خفاجي. اكتر واحد ضحك الناس يا جدعان
حماده عنبكة. يا ولادي انتوا انتوا لسه ناصر. خلاص يا حبيبي الاجابه راحت. بص انا مش حماده عنبكة. انتوا غبيه قوي. ده انا قلت لا تنشلي، كنت تنشلي. انا قلت اول ما اقول له استاذ ناصر هلاقي مبدأ محشي كريز. يا عم بس انا ما ماشي ما كنتش بتابع. السؤال الرابع، مين اللي ما كملش 4 شهور على بعض في التيك توك في سنه 2025 بس اتشهر جدا؟ احمد الشاب. يا ابن اللاعيبه يا شاب، احلى تحيه لعم احمد الشاب. انا لسه شاب. ما رجلي ولا ايزي. انا فارس يا كريم. انا فارس يا كريم، انا فارس. ولا اسمه ايه كان بيرد عليه حب اللي انت جاي. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ السؤال الخامس، مين اكتر واحد اتشهر في سنه 2025 بس للاسف حصلت له مشاكل بسبب الشهره دي؟ واحد حمو ايهاب، قيصر، لوستا ناصر. لسه خلاص عشان بيته برضه. ايوه وقال لك ما عدتش هعمل فيديوهات. يلا ورجع تاني. كده ما فاضلش معانا غير اخر سؤالين في الحلقه بتاعنا. السؤال السادس، مين اللي قتل علي بيك الكبير؟ سؤال اصلا انا عارف. محمد الزنجلوني. المهم السؤال السادس، مين اللي طلق نص ستات مصر في سنه 2025؟ ماشي. واحد الكابتن احمد وجيه، المهندس خالد ابو الخير، الدكتور محمد مغربي، المترجم امير ايمن. محمد مغربي. السؤال السابع، مين احسن واشهر يوتيوبر وتيك توكر وانستجرامر وفيسبوكر في سنه 2025؟ رز وجبنة. هو يا جدعان. ماشي يا كوسه يا عم. عمر والله يا عم ماشي يا كوسه يا عم. ماشي يا كوسه والله. بطل العالم، لا بطل الدنيا كلها. وبكده يا جدعان تكون الحلقه بتاعت النهارده الحمد لله خلصت على خير. وزي ما انتم شايفين المتسابق بتاعنا طبعا زي ما انتم شايفين اشهر تيك توكر واشهر فيسبوكر واشهر كل حاجه. مين يا معلم؟ رز وجبنة يا جدعان. نمبر 1. بس كده يا جدعان يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. لو الفيديو عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وعملوا سبسكرايب للقناه. فرسان. حصل. وبس كده يا جدعان نشوفكم فيديو جديد. سلام.